السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح نوع جديد من الداتا تايب اسمه set. وآخر نوع معانا إيه الست ده؟ بيقول لك a set in Python is an unordered collection of unique elements. مجموعة عناصر، تجميع عناصر كده فريدة من نوعها، غير مرتبة. هتقول لي يونيك يعني فريدة، يعني مش متكررة، مفيش منها اتنين. It is mutable، قابلة للتغيير، إن أنا ممكن أغير فيها عادي. meaning you can modify it، ممكن أضيف عليها، ممكن أحذف منها عنصر. but the element themselves must be، لازم يكون ثابت، لازم يكون ثابت، سواء number بقى string، tuples. creating set. عشان أعمل set you can create a set using curly brackets، العلامتين دول. هتقول لي ما احنا استخدمناهم في الديكشنري، في ايه الفرق بين الديكشنري والست؟ الفرق بين الديكشنري والست ان الديكشنري قلنا بياخد كي وفاليو، كي وفاليو. الست بتاخد ارقام بس، يعني بتاخد حاجه واحده بس، مش حاجتين زي الديكشنري كي وفاليو. فالست بتاخد فاليو بس، فاليو بس. or the set function ممكن اكتبها بالشكل ده لو عايز اعملها هنا فاضيه زي ما بيقول. قال لك هنا creating a set with elements. هنا مثلا عمل variable اسمه mySet، وعمل فتح الأقواس بتاعتنا اللي هي الكيرلي براكت، كتب فيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. لو عمل برنت المايست هتنزل له بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. طب لو أنا عايز أعمل واحدة فاضية فبتكتبها بالشكل ده. لو أنا عايز أعملها بعناصر جواها، بإليمنتس زي دي، بتعملها بالشكل ده بالكيرلي براكت. تمام. تمام. نيجي للي بعد كده، البروبرتايز او البروبرتيز اوف سيتس. هنا خصائص الست دي. بيقول لك ان اوردرد، يعني مش منظمه، العناصر فيها مش ثابته في مكانها، يعني متغيره، العناصر متغيره. يونيك يعني فريده من نوعها. ازاي بقى يونيك؟ بيقول لك duplicates are automatically removed، يعني بتشيل الدبليكيت، بتشيل الحاجه المكرره من نفسها. يعني لو عندنا هتشوف في العملي، لو انا كاتب واحد اتنين تلاتة، تلاتة خمسة، لما اعمل برنت هيشيل لي تلاتة ويسيب لي واحدة بس عشان هي متكررة مرتين، فهي بتمنع التكرار. برضو بيقول لك immutable elements، بيقول لك you cannot store lists or dictionaries inside sets but tables are allowed. يعني هنا ما ينفعش يتخزن فيها list، ولا ينفع يتخزن فيها dictionary. ما ينفعش اكتب جوه الست دي لا list ولا dictionary. لكن ممكن أعمل فيها تابل. تمام، ممكن أحط فيها تابل عادي. هنا أهو قال لك لو أنا كتبت واحد اتنين اتنين تلاتة أربعة أربعة، المفروض هي بتشيل دبليكيت، فهيكتب واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لا كتب الأربعة دي تاني ولا كتب الاتنين دي تاني. هنا بقى في غلطة، إن هو حط ليست جواها. بيقول لك the will cause an error because lists are mutable، إن الليست قابلة للتغيير، ان الليست انا ممكن اغير فيها، اغير من مكانها كمان. انما في الست لا، هيجتمعوا هما الاتنين مع بعض. يعني هنا ما ينفعش، قال لك ايرور، هيحصل ايرور، هتسبب ايرور. نيجي للي بعد كده، لو انا عايز اعمل بقى اوبريشنز combine two sets، دي علامة اليونيون. ايه هي اليونيون دي؟ دي علامة اليونيون يعني معناها الاتحاد. الاتحاد المفروض دي في الرياضة ده ابتدائي. فلو انا ممكن اكتبها بطريقتين، بس الافضل تكتبها بالعلامات بتاعتها، يعني بلاش تكتب كلام عشان هيبقى الكلام كبير. فلو عملت كده دي علامة اليونيون، هتلاقيها في الجنب، جنب حرف الزد. اعمل شيفت وهي، او شيفت وتضغط على الزرار ده يعني، او شوفوا هيتكتب عندك ازاي، بس هو جنب حرف الزد. لو انت عملت برنت ايه اتحاد بي، هيطبع لك كله،
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بس هنا خلي بالك إنه ما طبعش التكرار، عشان قلنا الست ما بيحصلش فيها تكرار. طبع لي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده اليونيون. ولو كتبتها بالشكل ده هيديك سيم ريزلت، نفس النتيجة. بعد كده الانترسكشن دي، الانترسكشن دي لو أنا عايز أعرف التقاطع، يعني مثلا دي علامة الانترسكشن اللي احنا بنسميها اند. لو انا عملت برنت A ام B، اللي هو تقاطع B، فهيتقاطعوا هنا في الايه، في التلاتة. هي التلاتة اللي فوق وهي وتحت هيتقاطعوا فيها. فلو عملت برنت A تقاطع B، هيديك اوتبوت بتاعتها تلاتة. ولو كتبت انترسكشن برضه هيديك سيم ريزلت، نفس النتيجة. بعد كده الديفرنس. الديفرنس دي اللي في دي ومش في دي، الفرق. دي علامتها، دي دي علامة الديفرنس اهي. لو انا عايز اعرف ايه ديفرنس بي، الاوتبوت بتاعتها واحد اتنين، اللي في ايه ومش في بي. اللي في ايه ومش في بي، لو انا عكست، كتبت هنا بي وكتبت هنا ايه، هيديني ايه؟ هيديني أربعة وخمسة، اللي في بي ومش في ايه. تمام، وهنشوف برضو ده في العملي. بعد كده سيمتريك ديفرنس. ايه هي السيمتريك ديفرنس دي؟ دي علامتها. هتقول لي بتعمل ايه العلامة دي؟ دي علامة الأس. هتلاقيها برضو عندك، ممكن تلاقيها تعمل شيفت ونمبر 6. تمام. بتعمل ايه؟ لو انا عملت ايه سيمتريك بي او سيمتريك ديفرنس بي، هيديني واحد اتنين أربعة خمسة. خدت بالك هنا عمل ايه؟ هنا شل التكرار اصلا، يعني حتى المتكرر، العنصر المتكرر شاله لي مرة، وشاله كله اصلا، يعني شاله من الست اللي عندي. يعني مثلا هنا واحد اتنين تلاتة، تلاتة أربعة خمسة، المفروض يشيل لي مثلا دي ويخليها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، لا هو شاله لي من هنا ومن هنا، بيشيل الرقم المتكرر تماما. ده اسمه سيمتريك ديفرنس. تمام. تمام. المفروض كده الست خلصت، بس نكمل بقى البرزنتيشن لاخره. هو باقي دي الانبوت داتا، دي احنا اخدناها. قلنا ان احنا عشان نعمل انبوت بنكتب انبوت وبعدين نفتح القوسين ونكمل. بعد كده قلنا ان دي اسمها concatenation. لو انا عايز علامة زي دي اسمها concatenation. لو انا كتبت في النيم هنا مثلا عبد الحليم، فلو عملت هيلو وعملت concatenation هنا، هينزل لي هنا عبد الحليم، هينزل لي هيلو عبد الحليم والعلامة دي. لو انا كتبت الكونكاتينيشن دي عايز احط النيم دي في الاول، فبشيل دي وبعمل نيم بلس هيلو العلامه دي عادي. ولو عايزها في الاخر، فانت بتخلي قبلها الكونكاتينيشن دي وبتشيل دي. لو عايزها في الاخر على حسب، لو في النص بتحط قبلها بلس وبعدها بلس. تمام. برضو الانبوت احنا كنا واخدينه في الاول خالص برضو. ممكن اعمل جنبه انتجر، ممكن اعمل فلوت زي ما انت عايز. فلوت اهي، ده الانبوت عامة. بعد كده البروجرام ماي ليست. هنا دي ليست. لو انا عايز احولها لست، فبتكتب اي فاريبل، بس هنا كتب فاريبل معبر عن كده، تكتب قبلها ست. فاكر لما احنا حولنا، ممكن نحولها لليست على فكرة. ممكن نحولها لليست، يعني لو عملنا هنا ست وعملنا اقواس الست وعايزين نحول الست دي لليست، فبتكتب هنا ليست. عايز تحول ليست ست، تكتب ست. تمام. تمام. نيجي اللي بعد كده، دي قلناها في الحل بتاع الديكشنري، وقلناها في الديكشنري كمان. لو انا عايز احول من ليست لديكشنري، بعمل ديك زد وبكتب التو فاريبلز بتوعي. نيجي بقى للعمل. تعالى للعمل. تعالى للعمل. اول حاجه هنا عشان اعمل ست، تعالى نعمل ست سوا. هكتب مثلا ست فروم ماي ست. عشان اعمل ست قلنا نعمل ايه؟ قلنا دول الكيرلي براكتس، اكتب فيها اللي انا عايزه. ممكن أكرر رقم كمان عشان نتأكد من حاجة. ستة ستة سبعة اتنين. عايز أطبعها فبكتب واي. هنا أنا كده عملت ست. أكيد المفروض كده عرفتوا الست بتتعمل إزاي. هنا لو أنا عايز أعمل آد
او remove element from a set. الست دي انا مثلا عايز اعمل اد للست. هنا بقى احنا قلنا في الست العناصر مش مرتبة. يعني مثلا انا لو عايز، انا زودتها هنا زادت فين؟ هو كده كده حذف لي التكرار تمام، لا فخلينا ما نزودش ست. خلينا نزود، خلينا نعمل واحدة ثانية كده. اسمها ماي سي مثلا. عايز أضيف فيها كام؟ خلينا نغير في الأرقام، نشيل التكرار من هنا دلوقتي. خلينا نشيل التكرار معلش. تمام كده. لو أنا طبعت دي وعايز أعمل عليها الآد، بس هعمل آد بقى الرقم مثلا مش موجود 9، هيتضاف فين؟ هنا بقى ما تقوليش هيتضاف في الآخر عشان قلنا الست مش مرتبة. أنت أخدت بالك إن هو اتضاف في الآخر، لكن هو ما اتضافش في الآخر، هو ممكن يعني بيتغير على حسب، مش دايما بيتضاف في الآخر. ف... فما ملوش ترتيب معين عشان قلنا ان هي unordered، هي مش منظمه اصلا، هي مش مرتبه تمام، انما يهيأ لك انها في الاخر. بعد كده لو عايز اعمل ريموف الاليمنت، ازاي اعمل ريموف الاليمنت؟ بكتب ريموف اسم الست بتاعتي، وبكتب ريموف، بكتب ريموف واكتب الاليمنت بتاعي، العنصر اللي انا عايز احذفه، مش الاندكس بقى. مثلا هي دي عندي، دي الست الاخيره، عايز احذف منها الواحد مثلا. وبعدين تعمل كده ماي، اهو بدأ لي من اول الاثنين، ما حذف لي الواحد اللي انا كنت عايز احذفه. تمام كده. تمام. بعد كده عندنا ايه تاني؟ الاوبريشنز بقى، اليونيون، انترسكشن، ديفرنس، سيمتريك ديفرنس، ناخدوهم كلهم كده الحاجة بتاعتهم اهو. خلينا كل واحدة نحطها في مكان. نبدأ بدي أو نحطها كات أهي، وبعد كده دي، بعد كده الديفرنس، بعد كده خلينا نكرر الديفرنس تاني. هقول لكم ليه دلوقتي. نعملها ايه بقى؟ الاثنين مش في واحد، الاثنين مش في واحد. واخيرا ناخد سيمتريك ديفرنس، خلينا نحذف السوائل دي. السيمتريك. تمام كده. انا عايز دلوقتي مش مهم اطبع دي. انا عملت كده ماشي، دي هنا ايرور. عملت كده. اليونيون، قلنا ان اليونيون ده الاتحاد. المفروض دلوقتي لما اعملهم هو كده كده هيحذف لي التكرار وهيطبع لي الاتنين مع بعض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ما كتبليش التلاتة تاني. هنا الانترسكشن، الانترسكشن قلنا إن هو تقاطع، فلو عملنا هما بيتقاطعوا هنا في التلاتة أهي، التلاتة. لو عملنا برنت ليها هيديني تلاتة. طب الست واحد، اللي في واحد ومش في اتنين، اللي في واحد ومش في اتنين، اللي في واحد ومش في اتنين ايه؟ الواحد والاتنين مش موجودين هنا، هيطبع لي واحد واتنين. اللي في اتنين ومش في واحد، التلاتة لا الأربعة والخمسة مش موجودين في واحد، المفروض يطبع لي أربعة وخمسة. تمام. وأخيرا سيمتريك ديفرنس، هنا المتكرر هنا بيحذف لي المتكرر بيه هو كمان، يعني بيحذفه هو نفسه كمان. تلاتة والتلاتة هيشيل لي التلاتين، الاثنين هيكتب لي واحد اتنين أربعة خمسة. نيجي نشوف، عمل لي واحد اتنين أربعة خمسة. تمام كده. أنا ما أظن كده زي الفل. بعد كده عايز convert a list to a set to remove duplicates. حلو دي. لو انا عندي دلوقتي لسه اهي، دلوقتي انا عندي لسه متكرر فيها، فانا عايز اشيل التكرار ده. عندي لسه
عايز اشيل منها التكرار، اقعد احذفه بايدي؟ لا، مش هحذفه بايدي. هعمل حل احلى، هحولها لست. ما احنا قلنا الست بيشيل التكرار، فهسمي فاريبل مثلا، اي فاريبل عموما، ده يونيك ليست ست، وكتبت ست عشان احولها لست. بكتب الفاريبل بتاعي اللي هو الليست. بعد كده بعمل برنت للفاريبل الجديد. هنا هيحوله لي لست وهيشيل لي التكرار، شل التكرار. تمام. ممكن بقى بعد كده احولها لليست لو انا عايز. بكتب بدل الست بكتب ليست وبكتب الجديدة بتاعتي. ممكن نجربها. ممكن نجربها مثلا يعني يونيك ليست، هسميها يونيك. كده بقى يونيك ايكوال، عايز احولها لسه تاني، اسمها يونيك ست. بعدين اعمل اكتب يونيك ليست. شفت بقى؟ حولتها لسه تاني وشل منها التكرار. يعني شايف كانت الليست عامله ازاي؟ حولتها للست وبعدين رجعتها للست تاني لو انا عايز ارجعها، وشل منها التكرار، خلاها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بس، بدل ما هي واحد اتنين اتنين تلاتة أربعة أربعة خمسة. تمام كده. تمام كده عرفنا نحول ازاي من ليست لديكشنري، ومن ست لليست، ومن ليست لست، وكان في تابل بنحولها لليست، وكذلك. تمام. تمام. بعد كده الاساينمنت ده، انا مش شايف فيه يعني، مش عارف احله معاك ولا لا، بس هشوف. عشان انا شايف انه مفيهوش حاجه. هنا بيقول لك ميك ليست اند كونفيرت انتو set، تعمل لستة وتحولها لست زي ما عملنا من شويه. بعد كده use and remove functions are functions on this set، بتزود او بتضيف عنصر او تحذف عنصر من الست دي. make to set and show set operations، عملنا الاوبريشنز دي. what kind of data can we put in tuple. بيقول لك ايه الداتا اللي انا اقدر ادخلها في التابل دي. هقول لك انا عشان انا نسيت، ممكن ما قلتش دي. التابل بتاخد اي نوع من البيانات، الست ما بتاخدش لا الليست ولا الديكشنري، خلي بالك من دي. make a tuple and use count and index functions. قلنا الكاونت دي بتعد لي، مثلا كتبت كاونت وبفتح القوسين بتوعها وعملت ثلاثة، فبيشوف لي الثلاثة دي متكررة كام مرة. and index بيشوف لي الاندكس ده مكانه فين، او بيشوف لي الرقم ده مكانه فين. او ممكن احط له الاندكس ويطلع لي الرقم. convert the tuple into list، قلنا برضو بتحول التابل لليست. ازاي بتكتب ليست زي ما كنا عاملين في الست من شوية. ممكن لو عندكم مشكلة في دي يعني تبقوا ترجعوا قبل كده، أو ممكن لو يعني ما أفضلش إن أنا أعمل فيديو ليها مش مستاهلة، فارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده. وبس كده، والسلام عليكم.